تعرفون انت الستايل الاوروبي كلش يعني مختلف. فهذا تشورس هاي تقول ما ادري 100. حديقة الريتيرو من أكبر الحدائق العامة الموجودة بإسبانيا. طبعا هي حديقة ملكية مثل ما تعرفون إنه هي تحولت إلى حديقة عامة يزورها كل الناس وكل السياح من كل أرجاء العالم. هاي الحديقة بيها مختلف الورود، مختلف الأشجار، يعني واحد إذا يريد يتونس ويغير جو حقيقة هذا المكان يعني روعة. أنصح كل اللي يجون لإسبانيا أو مدريد يجون لهذا المكان، على الأقل يركبون هذا المركب ويفترون به ويشوفون هاي التماثيل الموجودة داير مدار الحديقة. والحديقة مجرد انه تشوف الحديقة شيء كلش حلو. فهاي واحدة من الأماكن اللي انت المفروض تجيها بمدريد. هاي هي الحديقة الملكية، تأسست أيام الملك، سووا الهيا فقط للملك، وهسه طبعا الناس دا يجولها ويزوروها من كل مكان بالعالم. أجواء كلش حلوة، طبعا ذكرتني بأيام الطفولة، كانوا أهلي دائما يجيبوني لهنا، عندي هنا طبعا ذكريات كلش حلوة. أما هاي الساحة اللي ورايا فهي ساحة الاحتفالات أو ساحة ثبيلس، تعتبر بقلب إسبانيا. هذا المبنى هنا مثل مبنى أمانة بغداد، بس هاي أمانة مدريد، بس باعوا التفاصيل والمبنى شلون حلو، يعني فشي كلش راقي. وهي هاي مدريد، أنا بالنسبة لي تعتبر مدينة كلش راقية ومن أحلى المدن الكبرى اللي موجودة بالعالم. طبعا الشمس كل شوية تطلع وبعدين تتغطى بالغيوم. هسه أنا راح أعبر من جهة العبور حتى أروح على السول، ساحة السول وبلازا مايور اللي هي تعتبر قلب إسبانيا النابض. حتى المواصلات اللي عندهم كلش حلوة ونظيفة ومرتبة، والنظام همينه كلش حلو، على الرغم من انه اكو هواي سياح، يمكن بالسنة يجوهم 60 مليون 50 مليون سايح. شباب بس اريد اشوف لي واحد سمين ماكو، اريد اشوف لي واحد سمين ماكو. هذا الشارع هو شارع الجران بيا من الشوارع المهمة الموجود بإسبانيا، شارع جدا جميل، كل شيء مرتب نظيف. طبعا الشوارع ينظفوها كلها بالليل، تجي أمانة العاصمة وتنظفها. حتى هاي اللي يريد يشرب ماي، يمكن هو هذا السر انه بايسكلات معروضة للإيجار. الناس اشوف هواي ناس انه تأجر هاي البايسكلات ويمشون بها، ما اعرف هذا واحد بس هذا بايسكل خاص. طبعا مثل ما تعرفون اسبانيا كانت تحت حكم العرب لمدة 8 قرون او 800 سنة. صراحة ما اعرف شلون تخلوا عن هذا البلد هيجي بكل سهولة، يعني بلد كلش حلو. وطبعا اللمسات العربية والإسلامية لحد الآن موجودة بهذا البلد. صراحة دا أشوفه بكل مكان، أتمنى يعني أزور بعد هواية أماكن، بس الوقت ما يسمح. يعني بس إسبانيا يحتاج لها تقريبا بالشهر، لأنه كلش هواية أكو أماكن تقدر تزورها وتستمتع بيها وتشوف الثقافة اللي بيها، واللي تعتبر تقريبا 90% ثقافة إسلامية. طبعا هم لحد الآن محافظين على الثقافة الإسلامية أو اللغة العربية، لأنه أكثر كلامهم بكلمات عربية، ينطقون الخاء والثاء. حتى مدريد كانت اسمها مجريط، طبعا الاسم يضحك، بس بعدين سموها مدريد لأنه ما يقدرون ينطقون الطاء والجيم فسموها مدريد. يعني اسم شوية أرتب من مجريط اللي هو ما أعرف، أنا أشوفه يضحك بس. هاي تقول ما أدري 100. يعني شلون أو ماي جاد بالإنجليزي. واو، بس شوفوا هذا المنظر، هاي الجران بيا وهذا المبنى طبعا المشهور اللي بجران بيا.
مكان روعة الصراحة. طبعا البنايات واني امشي بهذا الشارع الجرامبيا يعني وحدة احلى من الثانية. شوفها شلون مطلية ذهب. بس شوفوا هذا الشارع وتأملوا الجمال مال هذا الشارع، يعني صراحة فشي ياخذ العقل. هاي اسبانيا. ان شاء الله بيوم من الايام يعني ارجع لهنا واعيش بيها، ما اروح اي مكان بالعالم. حتى الستايل مالتهم، تعرفون انت الستايل الاوروبي كلش يعني مختلف. فحتى السايح خلينا نقول الامريكي اذا اجى هنا باسبانيا راح يخجل من نفسه انه راح يشوف اللبس مالته مختلف عن الستايل الاوروبي، فراح يضطر يلبس نفس اللبس الاوروبي حتى يجاريهم. اللي لفتني شفت هذا المحل يبيع جيرزيز مال الاساطير، وخلي اشوف يعني هاي صور وتواقيع كلها صحيحه، وباع هاي الاسعار مالتها. يعني هاي التوقيع مال ميسي 3800 يورو. هذا همين مال ماركيز ما اعرف ما حاطين السعر، ها هياته 1200 يورو. هاي طبعا دافيد فيا توقيع مالته سعره 1680 يورو. اما هذا مال فالكاو 820 كلش رخيص. هاي مال انجلترا مال من اخذوا كاس العالم يمكن بالستينات، وهاي من قديم يعني كلاسيكيه، ما اريد اقول قديمه بس كلاسيكيه. مع مثلا دييغو كوستا من اتلتيكو، البوجول هاي اتلتيكو بيلباو، اتلتيكو مدريد من القميص القديم. مال منتخب اسبانيا 2010 من حققوا كأس العالم. وهذا مال هولندا القديم همينه شكله مال ايام كرويف، بس اسعارهن يعني ما اعرف خياليه. يعني هذا القميص حقيقي مال ديل بييرو اللي هو معتزل من زمان، سعره 279 يورو. تخيلوا 279. مال يوفي طبعا قميص اصلي غني ها مال تشافي ب 199 يورو. مال ليفربول القديم طبعا ذني كلهن كلاسيكيات. مال كريستيانو القديم مال فيجو كان يلبس 7، كريستيانو يمكن كان 17. هاي مال الونسو 14 مال ليفربول، والله بيش سعره 139 يورو. اما الارسنال سعره 394 يورو. واو ما كلش قديم يعني. ما اعرف يمكن مستعملات هذني، بس شي بسيط بس شكلها نظيف. واو هذني طبعا كلهن دريسات اصليات، ما اعرف بس الاستعمال مالته كلش بسيط، او يجوز ما مستعمل بس باقي يجوز هو ويا الوقت يعني شويه مفلومات او ما ادري ما اكلتهن العيب، بس تستحق هاي الاسعار الصراحه لانه تيشيرتات كلاسيكيه. بعد هاي الساحه هم من الساحات اللي المشهوره هنا باسبانيا، ساحه السول. مثل ما تشوفون هوايه سياح من كل دول العالم. هاي من الاماكن اللي لازم تزورها من تجي مدريد، ويعني بيها داير مدايرها مطاعم ومحلات حلويات، وانا احب الحلويات. فهذا التمثال هذا تمثال اعتقد كارلوس الثالث. اكو كذا تمثال صراحه بهذا المكان اللي هو هذا التمثال، واكو تمثال مال الدب اللي هو ياكل التوت مال محافظه مدريد. صراحه طول ايام السنه اعتقد يعني السياحه، قلت لكم السياحه هنا بمدريد ابدا ما توقف بالملايين سنويا، يعني بال60 الى 50 مليون سايح سنويا، ووايد يجددون شغلات ويحافظون على التراث مالتهم. وهذا الشيء كلش حلو ما نشوفه ببلداننا العربيه، ما اعرف ليش كله فساد. معقوله كله فساد وسرقه، بس ما اعرف يعني كلش شيء محزن انه تشوف انه باقي البلدان الغربيه انه تحافظ على ثقافتها وتراثها
حتى لو مكان تراثها الأصلي، وهذا شيء كلش حلو من دون ما يخربوه. هذا محل الحلويات يعني لازم تزوروه. قبال هذا التمثال ما تشوفوه، بس بدكم اياه من هنا. هذا التمثال اللي موجود هناك، هذا المحل مال الحلويات. رهيب الصراحة. هاي واحدة من الحواري اللي مشهورة اسبانيا. انا يحبون يموتون على الشرب. اعتقد هناك اكو محل مال تشورروس، محل الحلويات. هذا مطعم عراقي اسمه السندباد. العراقيين اذا يجون هنا خلي يجون على هذا المكان، ريحته هنا تعرفون بعد. هذا التشورروس، حلويات الشهيرة اللي باسبانيا. هذا طبعا شوكولاتة داكنة كلش طيبة، قليلة السكر بس كلش طيبة. واو هادشي. وهذا هو اسم المحل او البراند مالته. رهيب. هاي بلاثا مايور من الساحات اللي معروفة كلش. طبعا بفيديوهات السابقة مال اسبانيا سويت لكم فلوج عن هذا المكان. مثل ما قلت لكم انه هي كانت مقصلة، وبعدين هسه صار مزار للسياح من كل بلدان العالم. مكان كلش حلو وراقي، وبي تعرفون هاي التفاصيل مالتهم مال التماثيل، ما تماثيل وما كلش مشهورين بهذا الشيء. وذاك اللي موجود هو تمثال احد الرموز الاسبانيه القديمه. وذول السياح اللي يجون من هذا البوابات 1 2 3 4 هاي 5 بوابات رئيسيه تقدر تدخل منها لهاي الساحه. فهي هاي البلاثا مايور. طبعا اسبانيا ما تخلى من الساحات الكبرى والاماكن السياحيه الراقيه. تعرفون المعمار مالتهم كلش راقي، وهذول الناس السياح اللي جايين من كل دول العالم. وراح تشوف هنا هوايه ناس يلبسون دريسات فرق ومنتخبات. تعرفون هنا اسبانيا مشهوره بكره القدم، فراح تشوفون انديه تنافسيه هنا. الناس وايد تلبس اللبس او دريسات الانديه التنافسيه اللي هو اتلتيكو، ريال وبرشلونه. راح تشوفون هوايه ناس لابسين الدريسات مثل ما هذا تشوفوا لابس مال امبابي. هذول همين طلبه، هوايه اكو طلبه يجون من المدارس يسوون شغلات ثقافيه او تعليميه. مدرس يجيبهم لهنا يعرفهم على تاريخ هذا المكان، يحكي لهم على تاريخ هذا المكان وهوايه من التفاصيل. وهنا همين راح تشوفون اكو ناس يعني يرسمون بس شوفوا هذا المكان والرسم اللي موجود على هذا الحائط. بلاثا مايور فشي. فاذا هذا واحد من الاماكن اللي لازم تزورها هنا بمدينه مدريد الجميله الراقيه. اما هذا المكان اللي انا بيه هو القصر الملكي او يسموه الترويلا. هذا القصر تشيد سنة 1735 بطلب من الملك فيليب الخامس. بس شوفوا المكان ايش قد حلو، والمساحة اللي مأخوذة من هذا المكان مكان جدا رائع. طبعا المكان جدا مزدحم، هواي ناس هواي سياح. طبعا الجو كلش حلو رغم من الامطار انه مرات تغيم وشويه تمطر، بس الجو كلش حلو. طبعا تماثيل داير ما دايره، زرع جدا جميل صراحه، يعني كلش معتنين به. فهاي واحده من الاماكن اللي ممكن تجي عليها هنا بمدريد. طبعا مكان جدا جميل وراقي. تعرفون هو بعد ملكي فيستحق الزياره الصراحه، مكان جدا جميل. هاي ما ادري ليش ذكرتني
بشعار الفرزاتشي. أما ذني التماثيل فذكرني طبعا بأسود الرافدين. طبعا مثل ما تشوفون هذا مبين انه معبد مصري، حسب ما قرأت وسمعت انه هذا المعبد مهدى من الحكومة المصرية، الملك اسبانيا او مملكة اسبانيا. مكان كلش حلو، ذكرني طبعا بمصر، انا عشت بمصر سنين طويلة، ذكرني بمصر الصراحة واجواء مصر والاماكن السياحية الجميلة اللي هناك اللي هي تاريخها كلش عظيم. فهذا من اسوان حسب ما قرأت وسمعت، جاي من جزيرة فيلا اللي هي تبعد عن اسوان تقريبا 15 كيلو. وطبعا هذا المكان او هاي الساحه صاير على قمه اسمها التمبلو دي ديبوت. اللي يجون لاسبانيا هنا يجون لهذا المكان تمبلو دي ديبوت. مكان كلش حلو الصراحه، داير مدايره حدائق واشجار، ومثل ما تشوفون سياح داير مدايره وناس قاعده تتمشى وناس تتريض. وهذا المكان قريب جدا على قصر الملك، تقريبا كيلو او كيلو من قصر الملك. ذكرني مصر والله، مشتاق لمصر. طبعا تحياتنا لكل المصريين، مصرنا العزيزة، يعني إن شاء الله بيوم من الأيام أرجع لها. ويا هاي إسبانيا.